أدري الصوت مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني، وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. هسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك واسمك بعد ما ذكر. شوف، أنا قلت لك أبد ما أخسر. يعني تصورين يعني أنت وهذا أخوك في المطابخ تقدرون توقفون بوجهي؟ أنا الآن فصاعدا لازم تديروا من بالكم على أرواحكم، أنت وهذا نمر. والله ضمنكم ضيب أبد ما ينام. ايش تتصور؟ أنا أخاف منك؟ ايش تريد تسوي؟ تقتلني؟ أنا متت من زمان. اطمئني، ما راح قلت لك، راح أبقيك تعيشين وتشوفين بهاي عيونك الحلوات أخوك شلون دا يخسر ويخسر ويخسر، وتشوفين شركاتي تكبر وأنا أكبر وأصير عود أبلعكم وأبلع كل شركاتكم. أعتقد هذا بالنسبة إليك أقسى من الموت. هاي كلها على مود $1,000,000 أخذتها منك؟ يا أخي احسبها تعويض على اللي سويناه أنا وأنت بشركات أبويا. وهاي الفخفخة اللي أنت بيها وجناحك اللي تمده مثل النسر، هاي كلها من فلوس أبويا الله يرحمه. فلوس أبوك هذا الله يرحمه من البوق. إيه، أنتوا عائلة متأصلة بيكم الإجرام، شنو يعني؟ وبعدين هاي $1,000,000 ترى هاي خردة بالنسبة لواحد مثلي استوى ربح مناقصة $2,000,000,000. شوق، أريدك تحسين بطعم الندم بسبب خيانتك. اطمئن، أنا ندمانة من ساعة اللي عرفتك بيها. ندمانة لأن حبيتك وصدقتك. أنت سويت بالمقابل، خنتني وطعنتني بظهري. الحمد لله والشكر، ابني اللي هو منك مات بعد ساعات من الولادة. تدري ليش؟ حتى من يكبر لا يعاتبني ويسألني ويقول لي ليش هذا أبويا؟ هاي المهندسة أمل، معاليك تفضلي. وينها؟ أهلاً أهلاً أهلاً. هاي شنو هاي؟ كلش صغيرة على السمعة الكبيرة اللي سمعتها عنك. أنا لما حكوا لي عن شهاداتك وعبقريتك والتصاميم اللي مقدمتها تصورت أنت عجوز. الأمر مو بالسنين وبس معالي الوزير. صح، أنت صح. العمر بالعلم وبالعطاء. شوفي بابا، أنا اطلعت على تفاصيل العرض الفني اللي مقدمته للمناقصة، وتأكد لي أنه أنت ذكية جدا وراح يكون لك مستقبل كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية بالعراق. أنا ما أعرف شلون أشكر معاليك. بصراحة كرم معاليك وتشجيعك شجعني أطلب من حضرتك طلب، إذا سمحت. إي بنتي، تفضلي قولي.
أنا عندي براءة اختراع من بريطانيا، المشروع من ابتكاري واسمه طاقة أمل. هذا المشروع عبارة عن خلايا شمسية جديدة، يعني نوعية جديدة، وعندها القدرة على امتصاص الطاقة الشمسية بكميات كبيرة وبسعر كلش رخيص. ممكن حضرتك تطلع عليه؟ ما شاء الله، انت مخترعه همين. يعني على قد حالي. شوفي بنتي، هذا الكارت مالتي بكل تليفوناتي والايميل. اريد ترسلي لي تفاصيل الدراسه على الايميل وياها براءه الاختراع. انا طبعا راح احولها على المستشار العلمي عندنا بالوزاره، واثنين ثلاثه من اصدقائي اساتذه كليه الهندسه. ننتظر جوابهم ونشوف. اذا كان ردهم ايجابي فردنا راح يكون اكثر ايجابيه. بصراحة أنا عاجزة عن شكر معاليك. هذا اليوم بالنسبة لي جدا مهم وراح أسجله بمذكراتي. يا اهلا وسهلا بنتي، اهلا بيك. أمل، أريد أشكرك. على شنو تشكرني؟ اليوم أول يوم أنجح بحياتي. يعني دا أحس نفسي إنه صدق إنسان له قيمة ويقدر يسوي شيء بهذا المجتمع. يبغون علي جو ويقولون هذا المهندس الناجح هو اللي سوى كل هاي الأشياء. المهندس الناجح ابن مدير الأعمال الناجح. يعني مو مثل قبل، كانوا يقولون على أبويا ناجح وعلي فاشل. إن شاء الله من اليوم ورايح أيامك كلها نجاح. طبعاً ما دام أنت وياي كلها نجاح. هو؟ يلا. مبروك. شنو هاي؟ شنو الاحتفال الحلو هاي؟ البالونات، قلب، شموع، شنو المناسبة اليوم؟ احتفل بزوجي حبيبي اللي هو أعظم وأهم رجل أعمال بالعراق، واللي فاز بأعظم مشروع اللي راح يصير تأثيره بكل بيت عراقي. دعتي يعني. انت فرحانة على مود المشروع لو المليارين يا ملعونة علينا؟ شنو حبيبي؟ انت ليش تخرب هاي الليلة بيجي كلام ما حلو؟ خلينا مرتاحين. شنو استحي طب منك علينا شو بدها تدلعين؟ عيب ما يصير. يعني شو يقول مثلا قبل جايب انت وحدة من برا، أنا زوجتك على سنة الله ورسوله، بعدين اطمن بلغت حسامك ذا الليلة شو ما كان برا، لأنا مسوية أحلى حفلة ثب. يعني كل شيء حاسبه حسابه ولازم تسوي. يعني شنو مو زين؟ يقول مو زين، أنا على قولي يقول مو زين. ها قاسم، عندي شلون خبر إلك يسوى 10 شدات، والخبر بفيديوهات وصور. عن أمل؟ يعني هو أكو شي يسوى 10 شدات غير أمل؟ طبعاً أمل. احكي معه. أوكي راح أحكي لك، بس افتح إذنك كلش زين. ماماتي حبيبتي، أنا آسفة تأخرت عليك لأن رحت للشركة. ليش يا ماما رايحة للشركة بالليل؟ صباح رباح. لأن وعدت معالي الوزير راح أرسل الملف على إيميله. ماشي ماما، بس لا تأخرين هواية. أوكي ماماتي. ممكن أعرف شنو الموضوع اللي نزلتني عليه نص الليل وما قدرت تنتظر للصبح؟ اللي وياي ما ينحكي، ينشاف. هذا من مكتب أمل، تصوير مع السكرتيرة. طلعت خوش الصور. وسام أكيد فقد عقله، بس حبيت.
معقولة؟ يعني اللي مسوي كل هذا مو حسام؟ مو حسام. حلو. هالمرة من صدق اللعب صار حلو. صار حلو وبيه هواي قواله. الو؟ هاي وينك يا معود؟ مشتاقين. انا هم مشتاق لك بلى. تعال يوم بعد بشوف. صدق تحكي؟ جايك طيارة، وانا شلون اضيع فرصة السهر يا حسام؟ ايوه اوكي بس لا تقول للشلة. ترى مسطول واريد ارتاح من دوختهم. تمام تمام جايك. اليوم كل الظروف من صالحنا، بس اريد اخلص من هذا الموضوع عمل اللي سطرني. بس لازم نلعب صح وبدون غلط اترجاك. يا ترى عجبك الولد؟ شكراً، عجبني هواية بس شنو؟ ليش ساكتة؟ شلون عرفت أني جاية لهنا بهالليل؟ هاي الإجابة سهلة وبسيطة كلش. شلون يعني؟ أنا قدام الشركة، وإذا ما عندش مانع نشرب قهوة سوا أنا وياك. ممكن؟ أوكي أني جاية. هو هذا الفيديو اللي صدق يسوى 10 شدات. ليش شوق؟ ليش ما قلتي لي هي سوا وياك؟ شلون تخلين هيك موقف يمر سلامات على حميد الشلب؟ لأن أدري بيك تتنرفز وممكن تتصرف تصرف مو بالحسبان وإحنا بنص وزارة. اخ يا حميد الشلب، اخ لو رزمك هسه بيدي واقطع لحمك وشمره للكلاب. شفت أستاذ نمر؟ كل شيء تحله بالقوة. تصور القوة تشفي غليلك. أكو 1000 طريقة وطريقة ممكن تشفي غليلك وأنت مرتاح. المعركة ويا حميد يراد لها عقل مو عضلات، وإذا أنت معتمد على العضلات فحميد عنده مجموعة ممكن ينتصر بيهم. هاي المجموعة يا أستاذ نمر ما يوقف شيء قدام إجرامهم. إحنا لازم نفكر ونتكتك صح ويا حميد. ماشي شوقي، راح افكر وتكتك صح، بس ما ارتاح الا خليه يركع جوا رجلي. يلا عود اطمنك وانا يم حسام بالواتساب. باي باي. قبل لا تحكين انا مقدر تعبك على هذا الفيديو اللي يخبط. انسى الفيديو القديم، عندي فيديو جديد يسوى 5 أضعاف الفيديو القديم. يا 5 قول 10 أضعاف. وصل لك، شوفه وتحكم ايش قد يسوى. نرمان شكرا. هذا الفيديو الضربة القاضية الأمل. شفتي شلون أجيب لك المفيد؟ هو هذا المفيد. هاي الصور والفيديوهات كلها لازم توصل اليوم الحسام. قاسم، مثل ما اتفقنا ترى هاي فرصتنا. اعتبريها وصلت، ومن هسه أحب أقول لك مبروك عليك حسام. هذا أحسن مكان يسوي قهوة.
آخر شيء أتوقعه أن أستاذ قصي مفوض الأمم المتحدة يشرب قهوة من عربانة بالشارع. كنت متوقع أنه حضرتك ما تروح غير الكافيهات أو مطاعم فخمة. فاجأتني صراحة. وليش فاجأتك؟ ترى أنا إنسان بسيط، لا تغلوش المطاعم. هسه ننزل حتى تشربين القهوة وتقول لي رأيك. اتفقنا؟ متفقين. يلا. احكي. اكو شيء بقلبك تريدين تقوليه؟ وانت شلون عرفت عندي حكايه وياك؟ ليش باوة انت العجينه مالتي وانا الطاحن طحينك. يعني انت بهذا ظرفك الجديد الحلو لو تبرعت للجمعيه بمبلغ وتبرعت الي بشكل خاص مبلغ، ما تعرف ايش قد راح افرح. بنفس الوقت التبرع مالك هذا راح يساعدني بهواية أمور أحققها. ولا تنسى حبيبي، أنا زوجتك وحبيبتك، وتبرعك هذا راح يخدمك إلك. يعني هاي الرادلها مخمخة وتفسير. قل لي فسري لي وأنا أفسر لك. يعني أتبرع للجمعية مالتك مسألة طبيعية مفهومة، بس أتبرع لك إلك شنو السبب ولويش؟ وانتي وين تردين توصلين يعني؟ وشنو أنا راح أستفاد من هذا التبرع؟ شنو الصوت؟ هذا موبايلك جاي يدق. مال واسع جاب على الواتساب. بدي اشوف اخاف واحد مهم. ألزم. شكو تحكي شكو صاير. أمل أني راح أدخل بالموضوع من غير مقدمات. وشيكيت الست الوالدة حكيت لك على الكلام اللي دار بيني وبينها. هي حكت لي. أمل أني مشاعري تجاهك قاعد تكبر يوم بعد يوم. أنا دا أحبك وأتمنى هذا الحب ينتهي بالزواج. تتزوجيني أمل؟ أستاذ قصي أنا أعرف أنت زعلانة لأن أنا انسحبت بالفترة الأخيرة، بس صدقيني هذا الانسحاب أنت ما لك أي علاقة به. أسباب خاصة خلتني انسحب، بس اللي أعرفه أنا أقدر أقدم لك أي شيء حتى تكونين سعيدة. القرار إلك وأتمنى هذا القرار يفرحني. تبرعك للجمعية وهي بقمة نجاحها راح يكون عندك رصيد عند الناس، وراح تشوفك الناس إنسان خير. أما تبرعك إلي بشكل خاص معناها أنه أنا محتاجة علاقاتك ودعمك، لأن بصراحة يا حبيبي أنا أريد أصير سيدة العام بالمنطقة العربية، وبالتالي راح أكون مؤهل أنه ألزم مجلس سيدة الأعمال بالوطن العربي. ولا تنسى هذا المجلس راح يفتح لنا هواية أبواب للمشاريع الاقتصادية بكل العالم، وبنفس الوقت راح يخدمك. الحكي كلش حلو بس إرادة تفكير. فكر زين، لأن اكو هواية معلومات ناقصة أنا احتفظت بيها للأخير، وأكيد راح تسوي عندك فارق كلش كبير إذا تفكر. شنو هاي المعلومات؟ أنت تعرف أقوى منافسة على منصب رئيسة مجلس سيدة الأعمال بالوطن العربي منو؟ منو؟ شوق صبري.
ما عرفت من دز لك هاي الفيديوهات؟ لا، رقم غريب دز لي اهن وسوى لي بلوك. اكيد واحد من الشركه. لازم اعرف منو دزهن. هو هذا اللي يهمك؟ من دز لك الفيديوهات؟ لك احمد الله وشكره لين طلع عمل على حقيقتها وطلعت خاينه. قاسم بشرفك لا تقول عليها خاينه، بشرفك. مو انا اللي اقول، الفيديوهات والصور هن اللي يقولن. لك راسي راح ينفجر. حتى تفكير ما جاي اقدر افكر. أستاذ قصي، يا ريت أقدر أفرحك. وليش ما تقدرين؟ فارق العمر؟ لا أستاذ، أنت أكيد ألف وحدة تتمناك، وأني ما أنسى وقفتك ويانا ويا ماما لما كنا بالمستشفى. بس أكو سبب ثاني يمنعني. ممكن أعرف السبب شنو؟ أستاذ، أنا أحب حسام حميد حربي. كنا مرتاحين من الحب وسوالفه. احنا جابنا على الحب، لك كنا طايرين. انا متاكد امل مو مثل اي وحده بيه. اي طبعا، مو مثل اي وحده بين، طلعت اتعس وحده بين. ما اقدر ابقى للصبح، لازم اعرف انه كان وياه. بس اوقف حسام، شلون تطلع وانت بهاي الحاله؟ بشرفك عوفني، خل اروح. لك حسام، بعد خلي اجي وياك. أنا آسف أخرتش لهذا الوقت. أرجو المعذرة. لا عادي، ماكو مشكلة. أنا عندي حكاية وشوية محرجة. احكيها شنو؟ أنا الشركة صرفت لي مكافأة مالية بعد ما المناقصة رست علينا. يعني أموري المادية كلش تحسنت. أريد أرجع لك التكاليف اللي صرفتها على أمي بالمستشفى. الفلوس اللي دفعتها هاي هدية لأمك. الست كريمة تستاهل كل خير. وأنا أوعدك بعد ما أسبب لك أي إزعاج. بس أمل، أمانة، إذا تحتاجيني بأي شيء اتصلي بي بأي وقت. رقمي عندك، راح تلقيني إلي السند وظهر. شكراً جزيلاً. إن شاء الله أشوفك على خير. شنو قاسم؟ صدق تحكي؟ انت شلون تخليه يشرب هذا الزفت ويطلع يسوق وحده؟ ليش ايش دا تسوي؟ انا كان لازم اسويك على مود يروح مليان غضب وينفجر بجمل اللي تريد تاخذه من حضرتك. انت بهذا الزفت راح تقضي على حياتك. ها جاي تسوين؟ راح اتصل عليه، واذا ما جاوبني راح انزل ادور عليه بنفسي، لكن انا اذا يصير بي شيء اموت وراه، بس بعد ما ادفنك بايدي. ايش بيك حسام؟ كل الزين تعرفين ايش بيه، فهمتي لا لا حسام، ايش قاعد تسوي؟ حسام اعطيني ايدك. شنو مرة يروح؟ كافي كافي، الناس بالله كافي. اهدأ. حسابكم وياي بعدين. لا حسام، والله مو نفس ما انت فاهم، بس خلينا نشرح لك. مو انت اللي تفهمين الصح من الغلط، افتهمتي لو لا؟ بعدين انا مو حسام، اسمي الاستاذ حسام حميد حربي، مدير الشركة اللي انت تشتغلين بيها. من اليوم اعتبري نفسك مفصولة، وكتاب فصلك انا راح اوقع عليه بايدي ويا مكافاتك. أنا فكرت بالموضوع اللي حكينا بيه البارحة. ايه وش وصلت؟
وصلت القرار قطعي وحازم. أنا قررت أمنح جمعيتك 500,000 دولار تسلم بافتتاح المرحلة الأولى أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وشيء آخر، راح أمنحك 500,000 دولار كدفعة أولى، بس بمقابل. مقابل؟ وشنو المقابل اللي تاخذه من زوجتك يا حميد؟ عمولة، راح تظلين قاعدة هالشكل؟ قومي حبيبتي غسلي وجهك وكلي لك لقمة. أنا انكسرت يا ماما. شنو؟ انكسار شنو ماما؟ صيري قوية حبيبتي. صعب أخسر كل شيء مرة واحدة. شفتي حظي اللي يجيبني ويوديني. وج ماما فدوة أروح لك، الزمي نفسك وتماسكي. ولك منو هذا حسام اللي هو من أول موقف قام يشك بيك ويتعامل وياك بطريقة ما بيها كل تربية؟ هذا ما يستاهل شعرة من شعر راسك. أمي، وإذا على الشغل ولا يهمك، أستاذ قصي يجيب لك أحسن منه. كافي حبيبتي كافي، لا تبكين والله لا تحرقين قلبي. ولا كنت متوقعة يوم من الأيام تخليني أوقع صكوك على بياض. لهالدرجة ما عندك ثقة بيه؟ لا بالعكس، هي ماني أثق بيك لدرجة كبيرة جدا جدا. أي مبين واضح. لا صدقيني، أثق بيك بشكل مو طبيعي، بدليل إنه أنت طيتيني سكن بدون رصيد ما لها قيمة، وأني أهدي لك سكن 500,000 دولار كل واحد. واحد إلك والثاني للجمعية مالتك. يا أخي أنت ليش مهتم الموضوع عبد ما يستاهل؟ يا أخي حرام اللي جاي تسوي بروحك. بعدين أنت ليش محسسني صار لك 10 سنوات تعرف أمل؟ ترى أنت ذاك اليوم عرفتها. انت كل شو ما تفتهم. الحب مو بطول المدة ولا بقصرها، هاي أول شيء. بلحظة شفت أمل وكأنما هي اللي فتحت عيني للدنيا، وهي ولا كأنما أعرف 1000 وحدة قبلها. أنت تعرف جتنا أبدي وياها حياة جديدة، صار عندي طموح، بس الظاهر ما عندي حظ. مكتوب لي أبقى فاشل. لك أحس مهدود حيلي، مخنوق. وين حسام؟ حسام شو الوضع اللي انت بيه؟ ليش هيجي حالتك؟ ايش صاير وياك؟ ايش بيك؟ يعوفوني يا واحد يشرب ومرتاح يشرب. اطلب الدكتور بسرعة! حسام! لا أمل ولا حسام اجوا للاجتماع. هسه إذا اجى أستاذ حميد شرح أقول له هذا توقيع بروتوكول مو لعب. أستاذ من الصبح لحد هسه دا أخابر عليهم ما حد يجاوبني. هسه تطلعين وتخلقيهم من جوا القاع. يلا طلعي يلا يلا. عنده هبوط بالدورة الدموية نتيجة عدم الأكل،
وشارب كمية كبيرة من الكحول. يعني اكو خطر على حياته دكتور؟ قول يا الله. محتاج على أدوية فورا. تمام، بس مسافة الطريق. تعرف شنو معناها اذا ما توقع البروتوكول اليوم؟ معناها ادير ظهر $1,000,000. شو اسوي استاذ حميد؟ قل لي شو اسوي؟ امل وحسام اختفوا فجأة، ماذا يجاوبون على اتصالاتنا؟ انا عرفت انه هو كان قاعد وياه بكافتيريا ذبيع على حبيات. لزمت حكيت وياه بس مدى يفيد سلام. اللي كنت خايف منه صار. اسمع، تروح تجيب امل توقع البروتوكول، واني بلكي احصل حسام افندي واجل الموضوع التوقيع الباكر، واحاول ألم الموضوع قبل ما يوصل للشركات وتصير فضيحة. اروح واشوف شنو القصة، واذا اكو شيء جديد ابلغك عن اذنك. الحمد لله على السلامة حسام. تنكتب لك عمر جديد. يا أخي ليش تقتل نفسك بالمشروب؟ مو أنت إنسان واعي ومثقف. يعني هسه هو بخير دكتور؟ اجتاح مرحلة الخطر واتصلوا بي إذا صار شيء، إن شاء الله ما يصير. تفضل دكتور تفضل. الحمد لله على السلامة حبيبي. نعمان، ليش تعبان؟ أعرف حبيبي، والله أعرف، بس الله يخليك حاول شوية تنام، وإن شاء الله كل شيء حيصير تمام. حاول تنام. هو وين رايحين يا ريمان؟ أنت تخبلت؟ شلون توقف قدامي وتعترضني؟ وخر. أنا جاي أريد أحميك من نفسك مثلك. أنت ما تعرف تحمي أحد، والدليل حسام راد يموت بسببك. أنت متخيل الكارثة اللي مسويها؟ هسه قاسم صار مو زين مو؟ سمعنا ريمان، أنا وصلتك لهدفك، نفذنا الخطة اللي كنا متفقين عليها على موت حسام يروح من عندك، وأنا ما أستاهل كل هالملام من حضرتك. المفروض تكافيني وتقولي لي شكرا. أنا عندي حسام يضيع مني ولا يضيع عمره ويموت بسببي، لك أنا حبي إلى حب حقيقي، مو حب مصلحة، وهذا الفرق بيني وبينك. أنت ما تخطر أي خطوة إذا ما لك مصلحة بيها. وخر. يا ريمان يا ريمان. غريب، قصي ليش بده يجاوب؟ عادل انت متاكد بلشت اجراءات اختيار سيده العام لو لا؟ متاكد 100%. المعلومه جتني من مصدر موثوق، والمرشحات سيدات اعمال اجتماعيه وخيريه ونائبات برلمانيات واستاذات جامعيات من مصر والامارات والمغرب، وماكو من العراق بس حضرتك وشوق صبري. المنافسه ابد مو سهله. وهذا كل اللي صار يا أستاذ سلام بدون أي زيادة أو نقصان. أني سبق وأن نصحتك وقلت لك ابتعدي عن حسام، بس أنت الله يسلمك لا قبلتي نصيحتي ولا سمعتي كلامي. فعلا أستاذ، لو ماخذيني بنصيحتك ما كان صار اللي صار. عندك حق أستاذ سلام، أنا غلطت بحق نفسي. هسه خلونا بالمهم. المهم مستقبلك، مستقبلك يا أمل، ومستقبل الشركة. أي مستقبل أستاذ؟ مهندس حسام فصلني من الشركة. عوفي حسام، لأن توقيعك ضروري جدا على بروتوكول تنفيذ المشروع، لأن الوزير مشترط إشرافك على المشروع بشكل كامل، يعني من غيرك كل شيء راح يتوقف. باكر الصبح أشوفك بالشركة وإن شاء الله تنورين المكتب. اتفقنا؟ متفقين أستاذ سلام.
عندي خبر إلك يساوي $1 مليار. يعني عرفت وزارة الكهرباء أجلت توقيع البروتوكول ويا شركة قلقامش؟ وعرفت ليش تأجل أصلاً؟ ليش تأجل؟ حسام بن حميد شاب مراهق يركض ورا البنات، وهالمرة ده يركض ورا هاي المهندسة أمل، وبنفس الوقت أمل يحبها واحد كلش مهم، فتعاركوا على مودها وما راحت للشركة. وهذا اللي تعارك وياه حسام أعرفه؟ كل الناس تعرفه بسبب مركزه بالأمم المتحدة، ويقول لك هو ابن عشيرة كبيرة ومحترمة. تقصد أستاذ قصي؟ بالضبط، قصي. تخيلي واحد فاعل خير يوصل خبر لعشيرة قصي ويقول لهم ابنكم تعارك ويا حسام بن حميد، وحسام ضربه بالشارع، ويقول لك قصي عنده أخ ما يتفاهم 24 ساعة معصب وإيده والسلاح. هذا إذا عرف أخوه مضروب بالشارع إيش راح يسوي؟ إلا يحرق القاع الجو حسام وأبو حسام. يعني ممكن أخو قصي يوصلها للقتل؟ طبعاً، هاي أسهل شيء عنده، جدر زيت مغلي ويمشي بالشارع. وكان أهون عندي أن أرى نعشي. ما كان في قلبي، ما كان في قلبي وجع وأنت معي، والآن أوجاعي كما ظلي معي تمشي. لا مو ذنبي ولا ذنبك، وادري السوج مو بينا، احنا افترقنا وظلت الذكرى تاخذنا وتودينا، وما غبت عن عيني ولا فارقتني. وقت المحن تبقى تعيش بخاطري حتى نموت احنا معا. وهسه تريدني انساك، لا هسه تريدني انساك واسمك
اسمك بعد ما ذكره.